بما ان السلمون هنا فريش فهو ده اللي احنا هنتعامل بيه، مش هناخد سمك عادي اهو. بصوا بيشف السمكه حاجه اخر حلاوه. مسطره الله اكبر. ياخد المتقطع ده يحط على طبق التلج ده عشان يفضل فريش. نجيب بقى السمكه دي اهي. لا دي مش دفره، دي دينيس، ما تتكلمش، ده انا بتاع سمك. يلا هاتها. اوكي اهي. سمكه الدينيس، السمكه دي ب 72. سي هاي نيهاو. تعالوا نطلع نشوف المطعم ده. شكل المطعم نفسه من جوه زي ما انا قلت، السمك ده هيتاكل ني. هناكل السمك ده ني. بصوا جاي مع السلمون الصويا صوص والوسابي بتاعه، ولقينا على الترابيزه براد ميه سخنه علشان خاطر تعقم فيه الحاجات اللي انت هتاكل فيه. نحط هنا كده الوسابي ونقوم واخدين شريحه سلمون اهي، وننزل عليها بنقطتين صويا صوص في الوسابي. بسم الله. وطبعا طعم السلمون باين على وشي، مش محتاج اشرح. شيء خيالي. بقالنا حوالي 10 دقايق ربع ساعه بنحاول نفهمهم ان احنا عايزين سمكه الدنيس مشويه زيت وليمون، والجمبري باتر فلاي، والبتاعه الثانيه دي اللي هي المحاره معموله بالثوم. ما فهموناش. ايوه لا فاهمينك، ده حتى قال لك انت عايز سلطه الطحينه دي اللي هي طحينه. يبقى انا ما فهمتش. ولا هو صح اللي هو بيسالك بيقول لك الرز عايز رز ولا لا؟ من الاخر اللي الناس دي هتحطه على الترابيزه احنا هناكله. ده الجمبري بتاعنا. ايه اللي على الجمبري من فوق ده مش عارف. ادي جمبريه. المعتاد ان هم بيمسكوا الجمبريه كده، ما عرفتش اعمل المعتاد. طبق الرز ده ب4 يوان، ولاني مصمم اكل الجمبري زي ما الصينيين بياكلوه فقشرناها بالشوكه والسكينه عشان دي مهمه انا فشلت فيها. بسم الله. الجمبري عالمي سكر. فشلنا في التقاليد الصيني. النبي عربي. بصوا فرتكوا سمكه الدنيس، عملوها شرايح بقى شكلها جامد قوي. الدنيس ده يا جدعان يتاكل زيت وليمون والله ما يتهدرش بكرامته الارض كده. بصوا جالنا الاويستر اهو، بس انا مش عارف اميله قوي اهو. ناخد واحده الاويستر دي ونحطها على الرز. انا الاكل مكيفني قوي رغم انه مختلف عن السمك بتاعنا بس جامد. دي فطيره بالاناناس جامده. نداء الى فطاطريه مصر، اعملوا فطير بالاناناس حلوه قوي. وحانت اللحظه الحاسمه بتاعه الحساب، والحساب 225 رمنبي. ده حساب التسويه بس، ولما نضيف عليه كمان حساب السمك وهو ني يبقى كله على بعضه حوالي 600 رمنبي، يبقى نصيب انا وناوي 400. خلصنا الحمد لله التجربه بالهنا والشفا. مبسوط والله يا جماعه مبسوط وانتم معايا. الله يسترك. مبسوط. انا مبسوط وكل حاجه، بس ايه البتاع ده؟ بما اننا في تحدي ال $100 فانا قررت اني هجيب شويه هدايا اديهم لاولادي. ناخد الدبدوب ده وناخد شويه كاندي وكمان ناخد السماعه دي، والحمد لله قفلت مشترياتي على 150 يوان. انا هروح اجيب البتاع ده. بادجت اليوم خلص. يلا دي دي بس بزياده. خلص والله بزياده. يلا بس معلش. دي بس. يلا بس معلش. يا ناوي. ده $100. ده $100. لا احنا هنركب على حسابك. ده $100 وخلصناها. يعني اقفل بقى، اقفل معلش. قول لهم يلا سلام. قول لهم سلام يلا. قول عايزين نعمل تحدي تاني. قولوا لنا مش عايزين. حلو. طب اجيب حاجه من جوه في الفاكس منه. يلا ما تجيبش حاجه بقى، احنا خلاص مش هنجيب حاجه كمان مكانها.